بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الزلفلاوين، مرحبا بكم في قناة شيف خالد، دائما مع الوصفات الخاصة برمضان. اليوم راح نقترح عليكم طبق رئيسي، وهي عبارة عن طبق طاجين جبن، طريقة سهلة وسريعة مع واحد الصلصة تجيكم أكثر من رائعة وبنينة. فيديو بسكي وهم ديس طاجين جبن، يساس عالي يساس خفيف يساس دفني، فيكين صوص عالي مليح مليح. نتمنىكم تجربوا مصافى فاصوليا كانها، وانا نلقاكم خوتي وخياتي. الا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش بالجيم وبالتعليق والبارطاج. كذا كما دينا ما يعجبكم لا فيديو تولوا تهز الجيم كومونتير ديال البارطاج. والان نروحوا لطريقه تحضير هذه الوصفه. نروح نبريباري لا روسيت كان. بسم الله وعلى بركه الله. حنبداو في الوصفه تاعنا. في المقلاة حنحط حوالي 3 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون، وراح نحط عليهم نص حبة صغيرة تاع بصل تكون مرحية، وراح نحمسها حوالي 3 دقائق. تاكل كي المقلاة يخمر هذا جوني زيت الزمور بخمريط في 16 تاع نص السيس، وتبقى كز 3 دقائق. ابرا راح نضيف نصف صدر دجاج مرحي، وراح نحمسو مع البصل هذاك مليح مليح. تاكل كان تدمر فيها زيت صدقت، وتدخل تضيف صينية كنعالي. ابا راح نضيف عليهم 2 سنات ثوم، تاكل كان تفني تيشيرت مربيين. ثاني راح نحمسهم حوالي 4 دقائق، كنركز 4 دقائق. وليزي بيس واش عندي هنايا شويه زنجبيل، شويه توابل جبن، شويه كركم، وليزيبيس ماجيك مع شويه ملح. جيت خدمه زنجبيل، ليزيبيس وفرماج، اكل كركم، اكل ليزيبيس ماجيك، اكل شويه الملح. حمستهم هكذاك حوالي 4 دقائق. ابي مرقت بشويه ماء باش ما يتحرقوليش هذوك ليزيبيس. لكن بقى شويه بون باش ترقد هاك ليزيبيسني، وحنخليهم يطيبوا في جهه. وهنايا في ريسيبيو حطيت 3 حبات بيض، وراح نضيف عليهم 2 ملاعق كبار تاع جبن طري. لقيت هذه ريسيبيون كي خما 3 ملالين هاك سجون تبقى فرماج مع نص كاس تاع لا كريم فريش. انا زدت هنايا نص كاس تاع كريم فريش، وراح نخلطهم مليح مليح هاكا تخضعو كنعالي. ابا راح نضيف عليهم خليط هذاك تاع الدجاج اللي طيبته هاك سخم هذاك هنا. والان راح نحط الخليط هذاك تاع الدجاج اللي طيبته هاك الخمار ميلوج نيازير، وراح نخلطهم مليح مليح. صدقوني هذا الطاجين يجي روعة، يجي بنين. جربوا بهذه الطريقة ما راحش تندموا عليه. كما راكم تشوفوا راني نخلطو في نفس الوقت. وجدت المول اللي يدخل للفرن، حطيت عليه ورق قطاي ودهنته بشوية زيت. أنا بعد ما خلطتهم مليح نضيف لهم شوية فلفل كحل، شوية ملح ما تكتروش. قيس البيض هذاك برك. لقيت أنا غادي نميلو شنو يزرب بعد أنا خلطت مليح. أنا شوية فلفل كحل شوية الملح ذاك اللي كيما غادي نمول من الكوشة. خلاص بابي كويسون دهنا الزيت، وراح نفرغ الخليط هذاك. ومن بعد ما نسويه راح ندخلو للفرن على درجة 180 حتى نشوفو كامل الشفلي وبدا يتحمر برك شوية من الفوق ونخرجو. هكا كاع الكوشة في 180 درجة. مي في هكا يبدا يتولد الزكوار يتسفغا. وهنا راح نوجد الصلصة تاعها. هنا في قدرة هذه راح نحط 3 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون، وراح نحط مرصوص تاع الدجاج وراح نحمرو مليح مليح. كي مرميطة كي خمر هذا جوني زيت الزمور. ابي خمايا زيدني الماء ثقوك كان عالي. ابي ضفت عليهم نص تقاليم البصل هذاك. انا استعملت هنايا بصلة صغيرة مع 2 سنات ثوم، وراح نحمسهم مع الدجاج هذاك مليح مليح. داك الخماطيش 16 طحان تاع كان كسات في تيشيرت وتقلوص ديازوني مليح مليح. ابا ضفت عليهم حبة طماطم تكون صغيرة ربيتها، راح نقليها مع الدجاج هذاك مع كمية تاع الزيتون. داك الكناس نص طماطم مشطوح طرابي هاك شوية زمور، ونقلوها كني مليح مليح. ليزيبيس هاني واش عندي ليزيبيس تاع فرماج، ليزيبيس ماجيك مع شوية كركم وفلفل كحل مع شوية ملح. ما كتروش الملح كيما على بالكم، الزيتون فيه الملح. لقيت تخمر لي زيبيس فرماج، لي زيبيس ماجيك، الملح هاك شوية كركم
مع شوية لي شامبينيون بيان سور بعد ما غسلتهم كناس شوية لي شامبينيون غاني واحد القلاك نزل 5 دقائق وعقلهم حوالي 5 دقائق ابري المرق بالماء قيس ما يطيب لي الدجاج هذاك والماء هنا يكون لازم يكون سخون هكذا كي تبقى سوا ماني حمان قيس هادي بكنو يزيدني وحنغطيهم ونخليهم يطيبوا هكا هما هو الجاذيب. هنا حنوجد طبقة ثانية نحطها فوق الطاجين هذاك تاع الجبن. هنا جبت حبة بيض مع 2 ملاعق فرماج فوندو هاك قعدت توجد لا كلشي نسيت هذا خبا كيني ويا زيدني هاكي خبطها ملات ستجوني فرماج كل 6 كاس تاع كريم فريش. انا ضفت لهم ثاني نص كاس تاع كريم فريش مع شويه فلفل كحل وشويه ملح وحنخلطهم مليح مليح كذا كان اصف 6 كاس تاع كريم فريش شويه الملح شويه فلفل بركان وثر الخلطه. هاوليك كيفاش طابلنا الطاجين تاعنا ولا الطاجين تاعنا تاع الجبن. انا بعد ما فرغت هذاك الخليط كان راح لي المقطع كنت على بالي راني نصور. انا فرغت كامل الخليط هذاك من الفوق وراح نسويه ونعاود نرجع له للفرن ونشعله من الفوق ذاك بالسرقاك الميلونج داخل الكوشه والكوشه يوسع على سفلى كان. يعني راح نولي الصلصه هذيك اللي وجدناها راح نضيف عليها ملعقه كبيره تاع الجبن طاري ذاك هذا راسو سني وسخمر تجعل طبقاته فرماج ونخلط حتى يذوب لي هذاك الفرماج. نتوما ثاني الا عندكم شويه راه كيفاش تقدروا تضيفوها اذا كيفاش راك كيفاش ما تسرنو نخليها هكذا تطيب شويه باش تعقد لي الصلصه هذيك. هاوليك الطاجين الجبن تاعنا بعد ما طاب وخليته برد. انا بالامانه دخلته الكونجيلاتور خليته برد حوالي ساعه باش تقدروا تقطعوه ما تقطعوش هو سخون. لكن اذا كان طاجين جبن ميك باكن جاست شويه كاع سا كونجيلاتور باش هذا يسميط ذاك هذيك زعما كاكي. وراح نوريكم تشوفوا كيفاش تحصلت على النتيجة. شوفوا الطبقة تاع الدجاج والطبقة تاع الجبن هذاك صدقوني وصفة رائعة جدا وناجحة. أنا هنايا حنديكوريه بليزاروزاس تاع الجبن هكذا قد ديكور ليزاروزاس ساكن وفرماج. هاي لك النتيجة النهائية لطاجين الجبن تاعنا. صدقوني واحد الطاجين يجي رائع يجي بنين مع واحد الصلصة أكثر من رائعة. جربوه بهذه الطريقة ما راحش تندموا عليه. ذلك ضيف طاجين جبنين يفضل عليه تفنين زفتو سندم مالا في اللاس خاطر صفاسو سهل واحد سي عجبك كيفاش التنوان. نتمنى هنايا لحقتو هنايا ومازال ما تكيتوليش على جام ضغطولي على جام وخليو لي تعليق وبارطاجيو الفيديو. كون دارو كي لحقنا دادا جديد جام جديد كومونتير جديد بارطاجي تا فيديو. وفي الأخير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة في أطباق أخرى إن شاء الله. وذا كلام ديني رجاكم دي لنا الخير وليس ما يفعل بوحنين وصحة فطوركم.